الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. اوعوا يا شباب، اوعوا اسمعوا كلام اهاليكم دي عشان خاطري. لو ابوك وامك قال لك بلاش الصاحب ده، بالله عليك بالله لو بتحب رسول الله اتعلم من القصه دي وابعد عنه فورا، وتاخد بايده على فترات من قبل لاخر، بس ما يبقاش صاحبك الانتيم اللي انت عايش معاه على طول. شفتوا اصحاب السوء عملوا ايه؟ شفتوا النبي حصل له ايه؟ لا هيحصل له النبي اكتر من كده. ايه اللي هيحصل اكتر من كده؟ يطلع ابو جهل مره والنبي ساجد ويقول واللات والعزى لأطأن على رقبة محمد بقدمي هذه وأعفرن وجهه في التراب. فيطلع على النبي اول ما يقرب يطلع يرجع جري بيترعش. قالوا مالك؟ قال رأيت بيني وبين محمد خندقا من نار اذا اقتربت احترقت. معجزة جديدة. كأن ايه؟ طب ما عقبة بن ابي معيط عمل حاجات، لكن الاهانة الشديدة لا. كأن ربنا سايب الإذاء يحصل لكن لدرجة محددة. سبحان الملك الملك اللي بيتحكم في حركة العباد. طب يا رب سايبه ليه؟ عشان تعرفوا ان الحق غالي، عشان تعرفوا رسولكم بذل قد ايه عشان انت تطلع كده، عشان تعرف ازاي هو صلح، علشان تقول لنفسك بقى النبي عمل كل ده عشاني وانا احط ايدي على خدي. عرفتوا ليه النبي حصل له كده؟ عشان انت تحس ان الاسلام غالي. فهمتوا يا جماعه ليه ربنا سابه يحصل له كل ده وهو حبيب الرحمن؟ عشان اللي انا بقوله لك دون. طيب كل اسمع النبي وهو بيقول حديث صعب قوي. بيقول ايه؟ لقد اوذيت وما يؤذى احد. انا اسمع كده كانك سمعوا. ده النبي بيحكي الحديث ده بعد ما راح المدينه، بيحكي للصحابه على اللي شافه في مكه. اسمعوا كانه بيحكي لك انت. اسمع كده وانت مكسوف من نفسك وهو بيحكي لك انا ما عملتش حاجه يا رسول الله عشانك. فاسمعوا كده بيقول لك دلوقتي لقد اذيت وما يؤذى احد. ما كانش حد بيتاذي غيري. واخفت في الله وما يخاف احد. وجعت وما يجوع احد. ولقد مرت علي 30 يوم وليلة، 30 يوم وليس في بطني ولا بطن بلال ما يأكله ذو كبد كائن حي إلا. طب كنت بتاكل إيه يا رسول الله؟ إلا ما يواريه بلال تحت إبطيه يأتيني به لأكله. كان بلال يخبي الأكل، هنشوفها إمتى دي، يخبي الأكل تحت باطه عشان أجي أكل. رسول الله حبيب الله اول واحد هيخش الجنة اللي هيخبط على باب الجنة، فالملك من جوه يقول له من؟ فيقول له محمد بن عبد الله. فالملك يرد عليه ويقول له ان الله امرني الا افتح الا لك يا رسول الله. تخيلوا الاكل يستخبى تحت باب بلال. طب يجي ريحته ايه؟ طب يجي الاكل طعمه ايه؟ في حر مكة عشت كده يا رسول الله. ايه رأيك بقى؟ هتقول له ايه يوم القيامة؟ انت واقف قدامه دلوقتي وبتقول له وحشني يا رسول الله. بيقول لك عملت ايه؟ هتتكسف. لا يا رسول الله عملت كذا، ده انا يا رسول الله انشأت كذا وفعلت كذا واديت كذا. فياخدك في حضنه يقول لك ايوه كده راجل، وياخدك من ايدك ويقول لك تعالى لا اخش معايا القصر بتاعك في الجنة، ويعرفك عن الصحابة يقول لهم ده من اولادي، ده جه بعدي، ده عمل وعمل وعمل. يا سلام. سامعين يا جماعة؟ سامعين ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لايه وشاف ايه؟ حسيتوا باللي تعرض له؟ ومع ذلك يا جماعه في وسط كل دون، في وسط كل اللي بيحصل له دون، واقف مع الحق. ما بيوقفش الرسول. ازاي؟ شفت اللي انا عمال احكيه لك الحاجات الصعبه دي؟ طب بص عليه بقى. في وسط ده كله اعرابي داخل مكه، ابو جهل اللي عامل كل الخناقات دي مع النبي واخد فلوسه، والاعرابي يروح لقريش يقول لهم ابو جهل واخد فلوسي، حد يدلني على واحد يرجع لي فلوسي من ابو جهل. اوعوا تفتكروا ان النبي واقف مع الحق في عباده الاصنام بس، ان الناس تقول لا اله الا الله. كل الحق. احنا يا جماعه جايين نصلح الارض، احنا عايزين نعمل نهضه. كل الحق، مش بناخد حته ونسيب حته. كل الحق. ازاي يا رسول الله؟ راجل جاي مكه بيقول حد يرجع لي فلوسي من ابو جهل. فقريش عايزه تضحك، فيقولوا له ايه؟ انت عارف مين احسن واحد يرجع لك فلوسك من ابو جهل؟ قال له مين؟ قال له الراجل اللي بيصلي هناك ده على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين يفتحوا فرصه للضحك. هو ما ينفعش. فيروح الراجل يستنى لما النبي يصلي، يخلص النبي صلى، فيقول له ايه؟ ان هؤلاء قالوا لي انه لا ياتيني بمال احد الا انت. فالمفروض النبي يقول له ايه؟ يا عم الناس دي بتضحك عليا وعليك وعايزه تتنقر وتضحك وتتريق عليا وعليك. اخر واحد جاب لك فلوسك هو انا. روح لحد تاني.
او يقول له ايه لو احنا بقى، طب تسلم واجيب لك فلوسك. الحق ما بيجزاش. الحق يا جماعه، الحق. شوف انا كم مره في الحلقات قلت الحق لغايه النهارده. قيمه كبيره قوي، قيمه قامت عليها الارض ضاعت في بلادنا، واحنا صغرت في عينينا كلمه الحق. صح، صغرت قوي 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 قوي. هيعمل ايه؟ قال اذا قم معي. يا سلام عليك يا رسول الله، شايفين؟ قوم معايا اجيب لك حقك. ده ابو جهل يا رسول الله، احنا مش ناقصين. ويخبط النبي على الباب، يفتح ابو جهل. اخذت من الرجل مالا؟ قال نعم. قال رد للرجل ماله. قال حاضر. جايب الفلوس ومديها للراجل. فالراجل يشكر النبي ومشي، والنبي ما عرضش عليه الاسلام ولا طلب منه حاجه، ومشي الراجل. الحق للحق، الخير للخير، الصح للصح. اكيد الراجل ده في يوم من الايام هيسمع وهيجي، بس خلي الحق صح. فالقريش تبص لابو جهل، كانوا واقفين ورا بقى عشان يضحكوا. قالوا له ما نراك الا ذلكت بين يدي محمد. ايه يا عم اللي انت عملته دوت؟ قال والله رايت خلف محمد فحل ابل لو لم اعطي الرجل مالا لاكلني. اديت له معجزه ثانيه. واخدين بالكم المعجزات بتحصل امتى؟ بعد ما انت تتحرك. شايفين؟ في معجزات بس امتى؟ تتحرك الاول. واحنا هتيجي ايات وهنشوف ايات عظيمه، واللي احنا فينا ايه من ايات الله تبارك وتعالى ان احنا نحكي عنه هنا. والله العظيم انا حاسس قد ايه دي ايه عظيمه. نكلم العالم كله عن سيرته من ارضه، من مكانه، من بيته صلى الله عليه وسلم. اكيد كان بيقعد مكاننا هنا يا جماعه، واكيد كان بيكلم الناس مكاننا هنا. ايه رايكم؟ طيب شفتوا النبي ويطلع بقيه الصحابه، هنقول الحق، هنشيل الرساله. يطلع عبد الله بن مسعود ويقف عند الكعبه ويقول والله لأسمعن قريش القرآن. ده خليك جدع كده، بس هيأذوك، اجمد خليك راجل. ويقف في وسط الكعبه وبعلو صوته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فيتجمعوا عليه ويضربوه. عبد الله بن مسعود رفيع ورجليه رفيعه. عارفين اخواننا حبايبنا الصوماليين رجليهم بتبقى رفيعه. هو سيدنا عبد الله بن مسعود كده طالع مره على شجره فمشمر هدوم، فالصحابه ضحكوا من رفع رجليه. فالنبي قال أتضحكون من رفع قدميه؟ والله انها اثقل عند الله من جبل احد. في ميزان يوم القيامه اتقل من جبل احد. ابن مسعود ده الجريء في الحق، اللي بيحب رسالته، بعلو صوته الرحمن علم القرآن. يتجمعوا عليه ويضربوه، يجي الصحابة يطلعوه وهو بيموت، فيبص للصحابة ويقول لهم ايه؟ هو خلاص واقع. والله لأعيدنها غدا. ويجي بكرة بعلو صوته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. عايز أسمعهم. اوعوا يا جماعة تتكسفوا من الحق حتى لو هتضطر. فتيجي قريش وتتجمع ويقول ده بيتحدانا، فيضربوا اشد من امبارح، فيطلعوه فيقوم قايل والله لاعيدنها غدا. فالنبي يقول له هون عليك، لا كفايه كده. يقول له يا رسول الله والله ما هانوا علي مثل الان. كنت في الاول خايف منهم، لما ضربوني ما عادش فارقين معايا. شايفين الحق؟ وتتجمع قريش على النبي في يوم من الايام ويعملوا حواليه عند الكعبه كده 10 حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ده يشده من هدومه وده يزقه وده يدفعه، والنبي في النص عمالين يزقوه يمين وشمال، والنبي بيتعرض للحكايه دي. ففي وسط دون يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت، تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يشده من هدومه والتاني يزقه والتالت يدفعه. ففي وسط دون يجي ابو بكر الصديق. سيدنا علي بن ابي طالب بيقولوا له من اشجع الناس؟ فقال ابو بكر. قالوا له كيف؟ فحكى لهم الحكايه دي. قال كان النبي بين 10 يفعلون به هكذا. تخيل، ده يشده الثاني يزقه. فجاء ابو بكر فنفضنا وسعه. هو رفيع سيدنا ابو بكر ونحيف، ودخل يدفعهم يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ فسابوا النبي ومسكوا ابو بكر. فجاء عقبه بن ابي معيط برضه وزق ابو بكر على ظهره، فوقع سيدنا ابو بكر على ظهره. فجاء عقبه وقام خالع النعل وبدأ يضرب سيدنا أبو بكر في الوجه، يتحرى في الوجه، عمال يضرب على الوجه حتى انتفخ وجه أبو بكر فما نعرف له وجها من أنف. تخيل الوجه ورم قوي فبقى كله حتة واحدة. أبو بكر الصديق حصل له كده عشاني؟ يا جماعة فوق بقى، اصحوا بقى، اعملوا حاجة. لازم بلادنا دي تنهض.
لازم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تكمل. فيقوم ابو بكر يضرب 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 لغاية ما يغشى عليه، فظنوا انه مات، فحملوه وخدوه على بيته. فجاءت قبيلة بنو بكر وقالت لعقبة والله لو مات لننتقمنه، وشالوه على بيته وراحوا الام ادوه لها وقالوا لها اذا كان حي فاسقيه واطعميه وابقي عليه 3 أيام لا يخرج. فعلى الليل كده صحي سيدنا ابو بكر، تخيل وشه بقى كله منتفخ، فاول كلمة اول ما فتح بقه قام قايل ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بتحبوا النبي كده؟ بتحبوا زي سيدنا ابو بكر يا جماعة؟ ماذا فعل برسول الله؟ فامه قالت له دعك من محمد، خلينا في اللي احنا فيه. قال والله لا اكل ولا اشرب حتى اطمئن عليه. اذهبي الى فاطمة بنت الخطاب اخت عمر فقولي لها ماذا فعل برسول الله. فراحت امه لفاطمة، ففاطمة قالت لا والله ما اعرف لا محمد ولا غيره، هي مخبية خايفة من عمر بن الخطاب، ولكن لو شئت اتي معك اتي. فراحت معاها فبصت على سيدنا ابو بكر الصديق فلقيته في الحالة دي، فقال ما فعل برسول الله؟ فقالت يا ابو بكر امك معنا. السيدة فاطمة خايفة، فقال لا تخافي هي مني. فقالت هو بخير. قال والله لا اكل ولا اشرب حتى تحملاني، ما يقدرش يقوم، فانظر اليه بعيني. فتعكز على امه وعلى فاطمة بنت الخطاب لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر في وجه النبي فقال الحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق ليه قوي وقام واحتضنه، فحس ان النبي صعبان عليه، يعني ابو بكر حس ان الرسول صعبان عليه هو قوي. فتخيلوا قام قايل له ايه؟ يا رسول الله ليس بي شيء، ما تخافش عليا، خليك انت مركز في الرسالة، ليس بي شيء الا ما اصابني في وجهي، انا وشي بس بايظ لكن انا غير كده زي الفل. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا ابو بكر الصديق ويشتد الايذاء على الصحابة عشان الرسالة. يا جماعة شايفين بلال في صحراء مكة درجة الحرارة 50، ويلبسوه الدروع الحديد ويرموه في صحراء مكة والدنيا كلها نار، ويضربوه بالسياط ويجيبوا حجر يشيلوا 10 يحطوه على صدره ويضربوا يقولوا له، ويفضل يضربوه ويقولوا له لا تزالوا هكذا حتى تموت، وهو ما يردش الا بالكلمة اللي انتوا كلكم حافظينها، بس يا ترى حسنها احد. فيقولوا له قل اللات والعزى، فيقول لهم لساني لا يحسنه، اصل انا جاي من الحبشه ما بعرفش اقول الكلمات دي. حد يهزر دلوقتي؟ حد يستفز واحد دلوقتي يا سيدنا بلال؟ لساني لا يحسنه، مش عارف اقولها. فيضربوه اكتر، فيقول اريد ان اقول لكن لساني لا يستطيع. يا حبيبي يا سيدنا بلال، يا ناس يا ذوي الدخل البسيط، يا ناس يا محدود الدخل، مش معنى ان انت محدود الدخل وبتجري على عيالك ما تبقاش صاحب رسالة. صح الكلمة دي؟ يا ناس يا اللي دخلكم قليل، اتعلم من بلال، كان دخله اقل بكتير بس صاحب رسالة. من ضمن الناس اللي حصل لهم سيدنا الزبير بن العوام، كان عمه يجيبه ويحط عليه حصيرة ويدخن تحتيه نار، فالدخان يدخل جوه الحصيرة وهو مقفول، يعلق الحصيرة في السقف ويدخله جوه الحصيرة ويربط عليه، فيدخل الدخان جوه لغاية ما جاله